السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نشارككم اليوم تفاصيل خبر اقتصادي وصناعي من العيار الثقيل، يعكس المكانة المتنامية للمملكة المغربية في سلاسل القيمة العالمية لصناعات المستقبل، وخاصة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتحول الطاقي. ففي منطقة الجرف الأصفر تم تدشين أول وحدة صناعية من نوعها في المغرب، متخصصة في إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون. المشروع الذي تقوده شركة كوبكو كوبالت سي أو، وهو ثمرة شراكة استراتيجية بين صندوق المدى المغربي أحد أبرز الصناديق الاستثمارية على مستوى القارة، وشركة CNGR Advanced Materials الصينية الرائدة عالميا في مجال تصنيع مواد البطاريات. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 200 هكتار، ويهدف إلى إنتاج نحو 40 ألف طن سنويا من مواد الكاثود المكونة أساسا من النيكل، الكوبالت والمنغنيز، وهي مواد ضرورية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. ويتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشروع في المراحل القادمة إلى 120 ألف طن من مواد NMC نيكل منغنيز كوبالت، بالإضافة إلى 60 ألف طن من كاثود فوسفات الحديد الليثيوم LFP، وهو ما يعادل إنتاج بطاريات كافية لتجهيز نحو مليون مركبة كهربائية سنويا بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر ب70 جيجاوات ساعة. هذا الإنجاز يعد خطوة استراتيجية نحو ترسيخ السيادة الصناعية للمغرب وتعزيز تموقعه كمركز صناعي في قطاع التكنولوجيا النظيفة، في وقت يشهد فيه العالم طلبا متزايدا على البطاريات المستعملة في التنقل الكهربائي وحلول التخزين الطاقي. من حيث التأثير الاقتصادي، سيساهم هذا المركب الصناعي في خلق أكثر من 5000 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، إضافة إلى 1800 وظيفة مباشرة و1800 ووظيفة غير مباشرة بمجرد انطلاق الإنتاج، مما يعكس التزام المشروع بالإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. ويتميز هذا المشروع كذلك برؤية واضحة في مجال نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المغربية من خلال شراكات مع جامعات ومؤسسات تكوين وطنية، بهدف إعداد جيل من الأطر المحلية المتخصصة في الصناعات المتقدمة والمساهمة في بناء منظومة بحث وابتكار وطنية في هذا المجال الحيوي. أما على مستوى الاستدامة البيئية، فقد تم تصميم المصنع وفقا لمعايير صارمة تحترم البيئة، حيث من المرتقب أن يعتمد على 80% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 ليصل إلى نسبة 100% مع نهاية سنة 2026. كما تم إدماج نظام متكامل لإعادة تدوير المياه واستخدام المياه المحلاة في إطار الالتزام بممارسات صناعية مسؤولة وصديقة للبيئة. ويضاف إلى ذلك الموقع الاستراتيجي للجرف الأصفر الذي يمنح المشروع قدرة لوجستية هامة للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة في الموانئ وشبكات النقل، مما يعزز من قدرة المغرب على التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية الخاصة بصناعة البطاريات. إن مشروع كوبكو ليس مجرد منشأة صناعية، بل هو لبنة أساسية في بناء مستقبل صناعي مغربي واعد قائم على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، ويعكس طموح المملكة في لعب أدوار متقدمة في الاقتصاد الأخضر العالمي. نسأل الله تعالى أن يبارك في جهود أبناء هذا الوطن، وأن يوفق كل المساعي التي تهدف إلى ازدهار المغرب وتقدمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.